مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وانا النهاردة بقى عملت لكم جلاش جميل جدا جدا، طريقة سهلة وبسيطة ومقرمش. بصوا، تحفة تحفة تحفة. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو، لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو للقناة. ودلوقتي بقى نروح نشوفوا بقى ازاي احنا عملنا الجلاش الجميل ده. انا جبت هنا لفة من الجلاش، تقريبا نص كيلو بالظبط من الجلاش، وفردتها كده بالشكل دوت. وهبدأ اخد بقى ايه منها ايه، ورقة ورقة. وانا جبت السيخ دوت علشان الف عليه الورق بتاعنا. اهوت جبت سيخ كده، او لو انت ما عندكيش السيخ ممكن اي حاجة تلفيها عليها تساعدك ان انت تلفي. اهوت بالشكل دوت كده اهوت. بس مش هلفه للاخر، هسيب فيه جزء كده عشان احنا ديت اسمها يعني ايه، ممكن تقول عليها ان هي اسورة او طاقية السلطان كده يعني اهو، او تاج، يعني ايه الاسم اللي انت تحبي ايه تسميها بيه. اهوت. وجبت الصينية بتاعته وحطيت فيها، والصينية ديت انا دهناها سمنة كده من تحت، معلقة سمنة حلوة كده عشان يبقى الجلاش بتاعنا متحمر واخد لون من تحت. واعمل بقى ايه الكمية كلها كده. شوفوا انا بلفه ازاي، بتلفيه بالراحه خالص كده اهوت، وتسيبي برضو الجزء ما بتلفوش للاخر اهوت. ايه كشكشي بقى ايه الورقه بتاعت الجلاشات، كشكشها كده على بعض وتقومي سحبها كده بالراحه ولفه كده. والجزء اللي احنا سيبناه بتاع اللي احنا ما لفيناهوش يعني ما على بعضه، فدوت اللي هو الطبق زي طبق كده يعني عشان هنحشي فيه الحشو بتاعنا اهوت. وبعمل واحده كمان معاكم اهيت كده. وبرده ما سبت برده الجزء الاخراني اهوت، وكشكش خالص كده كشكشي، وتبداي تسحبي بقى كده وتلفيها كده بالشكل ده. واحطها في الصينيه بتاعتنا. بس وانا بحطها في الصينيه وبرصها اخليهم لازقين في بعض عشان ما يتفكوش. ده اول شكل انا عملته. الشكل التاني اللي انا عملته معانا، انا بقى هاخد ايه ورقتين كده بورقتين، وهقطعها الورقتين دولت لاربع تربع. هجيب المقص واقصهم كده بالمقص اهوت، اقصها الاول نصين، وبعدين هقصها بقى ايه النصين دول اعملهم ايه نصين برضو، يعني ايه اربع تربع، يعني الورقة نقسموها لاربع اجزاء اهو. وبعد كده بقى اخد ايه طبقتين طبقتين من الاربع اجزاء اللي احنا عملناهم دول من الشكل المربع دوت. او اتوسع بقى لنفسي كده علشان ايه اعرف اوريكم ازاي هنعمله. وناخده من نص الورقة كده ونلفوها كده زي الوردة اهو. شوفوا شكلها جميل ازاي. واروح برضو احطها في الصينية، وبرضو لازم تبقى ايه نلزقوها في اللي جنبها علشان ما تفكش مننا. وكل دوت احنا ما حطيناش اي مادة دهنية خالص، ولا حطينا سمنة، ولا حطينا اي حاجة خالص. كل ده الورقة الجلاش سادة ما فيهاش اي حاجة اهو. انا هعمل معاكم بقى ايه اربع خمس وحدات كده عشان تشوفوا الطريقة عاملة ازاي. طريقة سهلة وبسيطة، تلفيها كده ورا بعضها كده اهوت. اهو شوفي تاخدها من النص وتلف كده، تلفي بايديكي وتضغطي بايديك التانية اهو. سهلة وبسيطة اهو. هتحطيها وتحاولي ايه يبقوا ماسكين لازقين في بعض كده، ما يبقاش في فواصل ما بينهم عشان ما يفك الورق ما يفكش من بعضه. وبعد ما خلصت كل الكمية ديت، انا جبت بقى السمنة بتاعتي دي، سمنة بلدي او اي زبدة تحبي تستعمليها. وعايزة اقول لكم ان النص كيلو من الجلاش بياخد كوباية الا ربع من الزبدة السايحة كده. وابدا بقى ايه يعني ادهن كل الجلاش بتاعي اللي احنا عملناه دوت، سواء الاساور او الوردات اللي احنا عملناها في الصينيه التانية، لغايه ما نتنوه بقى خالص كده. وبعد كده نجيب المكسرات بتاعتنا، والمكسرات بتاعتنا عباره عن جوز هند وزبيب وسوداني. والسوداني انا يعني ايه طحناه شويه كده منعماه شويه اهوت. ونحط بقى ايه اكيد يعني شوفي بتحطي الحشو ازاي في المنطقه اللي هي ايه في النص اللي احنا عملنا لها ايه زي طبق دي اهوت. هي بصراحة شكل يعني مش تاج السلطان بقى اسورة، يعني هي شكلها جميل. في الوردات بقى نحط ما بين يعني ايه يعني زي تفتيح الورقات كده بتاعت الوردة، نحط فيها ايه الحشو بتاعنا كده بالشكل زي ما انتوا شايفين اللي انا بحطه ده.
وحاولوا يعني اللي انتوا تنزلوا يعني الزبيب والحشو ما بين ايه الورق بتاع الورد اللي احنا عملناه بقى بتاع الجلاش. وبعد ما خلصت بقى الحشوة جبت بقى ايه الشربات بتاعي. انا طبعا عملت الشربات وهقول لكم مقاديره. وابدا بقى احطه كده، احط معلقه معلقه على الحشوه بتاعنا كده، علشان على اللي هي المكسرات يعني، عشان نمسك المكسرات ما يخليش المكسرات تقع مننا او يعني تفك مننا. والشربات بتاع الجلاش عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه، نفس الكوبايه اللي احنا بنستعملوها. كوبايتين سكر كوبايتين ميه نص ليمونه. وبعدين عندنا هنا كيس من الفانيليا او رشة فانيليا، اي فانيليا موجود عندك، او كيس من الفانيليا. هتحط السكر والمية لحد ما يدوبهم، وبعد كده اعصر عليهم نص ليمونة وانزل بكيس الفانيليا واسيبهم يغلوا 5 دقايق. وبعد كده اطفي عليه واسيبه يبرد خالص، عشان الجلاش بتاعنا يفضل ان يكون الشربات بتاعه بارد والجلاش يكون سخن. وبعد ما دخلتها بقى الفرن وخلصتها وطلعت زي ما انتم شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. ابدا بقى انزل بالشربات بقى، والجلاش بتاعنا لسه سخن كده. وعايزه اقول لكم حاجه، ان الزبيب يا جماعه يعني بصوا متكرمل وخد لون جميل جدا جدا جدا، شكله تحفه. وبكده يعني يبقى الجلاش بتاعنا جاهز قدامكم اهوت بالشكل دوت، جميل جدا ولونه جميل جدا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير للقناة عشان يوصل كل جديد عن قناتي ليكم. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.